مكيفك يعطي E1 أو F1. المشكل مش ديما من الكارت إلكترونيك. في أغلب المكيفات الحديثة E1 ولا F1 غالبا يدل على مشكل في الكابتور تمبيراتور أمبيون. الكابتور هذا يقيس حرارة الغرفة باش الكارت إلكترونيك تنظم التبريد بطريقة صحيحة. إذا الكابتور يعطي قيم غلطة المكيف يدخل في بان ويعطي ديكود ايرور. حسب نوع المكيف نجم تلقى ديكود كيما E1 F1 CH01 C9 H27 P1 ولا E121. أول حاجة قص الكهرباء على المكيف واستنى شوية وجرب عاود شغله. إذا الخطأ مازال موجود شوف الكونيكتور نتاع الكابتور وتأكد اللي مثبت مليح. بعدها استعمل ملتيمتر على شال كيلو اوم وقيس الريزيستانس نتاع الكابتور. إذا لقيت 0 اوم فالكابتور فيه كور سيركبي، وإذا لقيت او ال ولا ريزيستانس انفيني فالكابتور مقطوع. أما إذا الكابتور سليم جرب سخنه بشوية بيدك، لازم المقاومة تنقص تدريجيا. إذا القيمة ما تتبدلش فالكابتور متعطل. وزيد مع الكابتور قيس تونسيون دي سي اللي عادة تكون بين 2.5 فولت و 5 فولت. أما إذا ما فماش تغذية وقتها المشكل ينجم يكون من كارت إلكتروني. بالمناسبة أغلب الحساسات المستعملة في المكيفات هي NTC، يعني كل ما الحرارة تطلع المقاومة تهبط. تشخيص صحيح خير من تبديل كارت كاملة بلا سبب. إذا تحب تتعلم ديباناج كليماتيزاسيون كيما البرو تبعنا.